بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة خاصة في ذكرى المرحوم أحمد حسين يعقوب، شيخ المستبصرين بلا منازع، يعني هكذا يقول الشيخ حفظه الله، هكذا إن شاء الله شيخنا. نعم، هو أستاذهم. نعم، وضيف الحلقة إن شاء الله ضيف البرنامج الشيخ علي الكوراني حفظه الله تعالى. إن شاء الله يكون هناك كلام حول شخصية هذا الرجل، تاريخ حياته، حضور في الساحة باعتبار أنه رجل حقوقي، عن مؤلفاته، أيضا عن أفكاره اللي ينفرد بها واللي ما يعرفوها كل الناس. وإن شاء الله راح يعني هذا الموضوع نتناوله الليلة إن شاء الله مع ضيفنا فضيلة الشيخ علي الكوراني حفظه الله. مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله، أهلا بكم. أشكر الأستاذ العالم الفاضل الشيخ عبد الباقي الجزائري، الله يحييه ويعزه. هو أيضا من أعلام المستبصرين، وأشكر قناة الدعاء على اهتمامهم بهذا المفكر الإسلامي الداعية المحامي أحمد حسين يعقوب رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، المحامي الأردني النابغ في الواقع، الذي كتب 20 مؤلفا، وكلها مؤلفات جيدة وفيها ابتكار. نعم، أشكركم، وإذا في أسئلة حوله. نعم. هو هذا شيخنا، يعني أكثر الناس ما يعرفون عليه باعتبار أنه يعني غير محمي من جهة معينة أو داخل في حزب أو كذا حتى يكون له شهرة. هو مشهور بكتاباته ومواقفه، وبالنسبة للناس اللي يبحثون يعثرون على هذا الاسم هذا. هو رحمة الله عليه من عشيرة العتوم. نعم. عشيرة العتوم أصلها من المغرب، من عندكم. أصلها القديم العتوم قحطانيين، وهاجروا إلى المغرب العربي وشاركوا في الفتوحات، ثم هاجر قسم منهم، هاجروا إلى نابلس وإلى جرش وإلى الأردن. نعم. هم في كان مسكن رحمة الله عليه في جرش، ومركز والده في كفرخل في جبال جرش، وأبوه شيخ عشيرة العتوم. فإذا من ناحية العروبة، بل من ناحية النبل العشائري، النبل العشائري مميز، الحمية، الغيرة، الكرم، الشهامة، تشعر بأنه الصفات العشائرية اللي يذكروها عن الأردن متجسدة فيه رحمة الله عليه. وأنا عرفته عن كثب، ورحنا إلى قريتهم أيضا. نعم. أحمد حسين يعقوب، أبوه حسين يعقوب كان شيخ العشيرة، شيخ العتوم، وتوفي أبوه عنده والدة ما شاء الله ما تقل عن الأب في دورها. أنا رأيت والدته أيضا شيخة، تصرفها بنبلها. رأيت، أنا قلت ربما تكون أذكى من أبو يحيى، من أحمد حسين يعقوب. استقبلتنا في بيتهم في كفرخل، وتقول يا أستاذ شرفتنا، نورت البيت، نورت البلد، وتكلم بي. سألتها كيف رضاك على أبو يحيى يا أم أحمد؟ نعم. قالت لي الله يرضى عليه وأهل بيت النبوة. أنا ألفتني هذا التعبير،
ثم عرفت ولمست أنها هي تعيش النبي وأهل بيته. وقلت له تعرفي يعني قصة كتابه وصار عليه مشكلة، وكتابه عدالة الصحابة طبعه في الأردن، ففاروا عليه النواصب والسلفيين، منعوا كتابه، وزير الأوقاف منع الكتاب، وهو كان يكتب بالصحف. ما فيه شيء لك الكتاب يعني لا. يسطر نظرية عدالة الصحابة لا موجود. لا كتاب علمي وأكاديمي. قال وهو طالب وكتب بالصحف أنه هذا منع كتابي غير قانوني، ما سمحوا له. اشتكى على وزير الأوقاف، قال بأي حق هو يمنع كتابي؟ وصار كتابة مقالات واتصالات أشخاص، يقول طلب أن يلتقي بي وزير الأوقاف، قالوا روح شوفوا. طلبوا مني بعض الأصدقاء، رحت الوزارة رأيته. يقول بالأول هو حقوقي ومحامي. نعم. يقول كلمت قانونيا، قلت له أنا مواطن أردني، والأردن طباعة فيه حرة، وأنتم طبعتم مذكرات جولدا مائير، أجزتم طباعة كتاب كارل ماركس. طيب أنا أعطوني حق مثل جولدا مائير ومثل كارل. يقول ما قبل، ما اقتنع. كل ما تكلمت معه قانونا ما اقتنع، تكلمت معه بالشهامة والشيم. ليش؟ هذه لم تمنع كتابي معناها أنه تأثر علي اجتماعيا. أنا شو عندي سرقة في كتابي؟ والما فات. أخيرا سألته، قلت له يا حضرة الوزير، أنا أريد أن أعرف هل أنت وزير حسين؟ يسموا الملك حسين، كانوا يسموه حسين. نعم. هل أنت وزير حسين أو وزير الحزوبة اللي في وزارتك التحرير والإخوان؟ أنت وزير من؟ قال أنا وزير الملك حسين. العشائر يقولون حسين، وأنا لاحظت ملفتة هذا. يقول قلت له فبأي حق تمنع كتاب فيه وجهة نظر أجداد الملك حسين، وجهة نظر أهل البيت، رأيهم بالصحابة وتقييمهم للصحابة، وليسوا كلهم عدول، ومبحوث هذا الأمر. قال لي وصلت له لهناك؟ قلت نعم وصلتها لهناك، وأنا أهديت نسخة للأمير حسن وكان معجب بالكتاب وشكرني، وما قال أنه يمنع وما قال في شيء. يقول قال لي هذا في مساس ببعض الصحابة. قلت له الصحابة تعاركوا وقتلوا بعضهم البعض، شو مساس ببعض الصحابة؟ قال هذا بضر الإسلام. قلت له ما بضر الإسلام. قال أنه لا، هذا يشكل خطورة على الإسلام. قلت له الإسلام كان قبل زيد وعمر من الصحابة موجود، وإذا راحوا هذول الإسلام يبقى بعدهم. شو هالكلام؟ يقول بالأخير انتزعت منه تصريح بطباعة الكتاب وطبعته مرة أخرى في الأردن. ما شاء الله. جيد. كان قوي الشخصية، قوي المنطق، رحمة الله عليه، ومؤلفاته 20 كتابا، وفي كل كتاب عنده ابتكار. صحيح. ابتكار. أنا الآن عندي تيسر لي كتابين من كتبه، كتاب نظرية عدالة الصحابة. صحيح. أرجو من الأخ نعم يخرج الكتاب. نعم. نظرية عدالة الصحابة أفضل كتاب كتب في هذا الموضوع، وقديم يعني من أوائل ما كتب يعني هو. نعم. لكنه متى كتبه؟ بعد 14 سنة من البحث. نعم. سأنا أحدثكم كيف بدأ البحث. هذا كتاب، وآخر ما كتبه هذا أول ما ألفه نظرية عدالة الصحابة. صحيح. وآخر ما كتبه حقوق الإنسان عند أهل البيت والفكر المعاصر. هذا أنا اقترحت عليه الكتاب، وهو كاتب في مقدمته أنه
أهل البيت تشوفهم بيحترموا الإنسان، بيحترموا إرادة الإنسان. أنا ألفتني أن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه الوحيد اللي ما أجبر أحد على بيعته. قالوا له فلان وفلان وفلان ما بايعوا، نجيبهم يعني في الملك الأشتر وغيره يجروهم على أذنهم يجيبوهم. قل لا 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 لا، اتركوهم. لم يجبر أحدا على القتال معه، لم يجبر أحدا على عدم سبه. الخوارج قال واعطوهم عطائهم، رواتبهم من بيت المال تستمر، يتجمعوا يتكلموا عليه طالما لم يهددوا الأمن. أحسنت. لما قتلوا عبد الله ابن خباب الصحابي رحمة الله عليه وبزوجته بالشكل الفجيع، ولما بدأوا يعيثوا فسادا حينئذ قال لا، وصلت إلى حدها. ولما كان جالس في مسجد الكوفة وتكلم بهالكلام سلام الله عليه وقال رأى الناس بيطلعوا ذيك الجهة اللي قاعدين أمامه حلقة، انشدت أنظارهم إلى جهة، نظر وإذا امرأة حجابها غير صحيح. قال إن أبصار هذه الفحول طوامح، إذا أعجب أحدكم امرأة فليأتي زوجته فإنما هي امرأة كامرأة. واحد من الخوارج سمع قال قاتله الله من كافر ما أفقه، كافر. قام له واحد قال له لا، ما شو تقولوا بالسيف؟ ماذا قال عني كافر، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. هاي الحرية. قلت لنريد كتاب يبين أهل البيت كيف احترموا الإنسان سلام الله عليهم مقارنا بالحقوق الدولية للإنسان العالمية الآن، فكتب هذا حقوق الإنسان عند أهل البيت والفكر المعاصر. نعم. من أروع، هو حقوقي أيضا قانوني. صحيح. من أروع ما كتب رحمة الله عليه. إذا أردنا أن ننظر طبعا في أبعاد متعددة بشخصية أبو يحيى رضوان الله عليه، أول شيء أنا سألته كيف بدأت تفكر وتبحث في المذاهب؟ قال لي أنا تخرجت من الكلية حقوق وكنت عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسويت حركة أنصار السنة، وكنت أصلي وأخطب الجمعة في مسجد في جرش، وأدعو الناس إلى إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمعروف أنه هو متدين، إمام مسجد أيضا، إمام خطيب جمعة يعني. نعم. يقول رحنا للحج، كنا مجموعة، وداخل المسجد النبوي الشريف أنا كنت أشم الثرى، البلاط، السجاد، أقبله وأقول هنا داست أقدام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبكي. هنا داست أقدام سيده أبي بكر الصديق وأبكي. هنا داست أقدام سيده عمر الفاروق، عثمان بن عفان، علي، وأبكي. يقول وفي معلم معانا، قل مو متدين الحد بس جاي معانا للحج، يقول أشر لي، أمسكني أمسك وأنا ساجد، قال يا أحمد النبي سلمنا، هذول الصحابة اللي كانوا يكيدوا لبعضهم شو بدك فيهم؟ يقول كأنما غرس شيئا في قلبي، والله شبيهم مع بعضهم هذول الصحابة. يقول أنا اقتصرت بعدين لما جئت للمسجد على ذكر النبي صلى الله عليه وآله، لكن ظليت أفكر. رجعت إلى الأردن وبدأت أبحث.
يقول أنا 14 سنة بحثت في الصحابة والسنة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، في أهل البيت عليهم السلام، أبحث وأصل إلى سدود. يقول أنا أريد أن أعرف الحقيقة، أنا مو باحث هاوي ولا باحث أريد عندي محاضرة لازم أمليها، لا لا لا، أنا أريد نجاة نفسي، أريد أن أفهم ما هو الحق. وكان يصف هذه السنين كم عانى فيها، وهذا عجيب، في ناس بطيئين التصديق والاعتقاد، هذا من هذا النوع. يقول كنت أصل مرات إلى جدار من حديد كيف يعبر. يقول أخيرا وصلت إلى نتيجة أنه النبي وأهل البيت والباقين ما مسؤولين عنهم، والباقين عليهم ملاحظات وعليهم أخطاء، وكتبت عدالة الصحابة. هو يرى أن قضية عدالة الصحابة شعار رفعوه مقابل وكتاب الله وعترتي. النبي قال كتاب الله وعترتي، هم رفعوا مقابله عدالة الصحابة. وإذا لاحظنا كتابه عدالة الصحابة، شوف الفهرس فقط يا أخي: مفهوم الصحبة والصحابة، نظرية عدالة الصحابة ونواقض هذه النظرية عند السنة، عند الشيعة، الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة، الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة، الجذور الفقهية. ما هي الغاية من وضع النظرية؟ من وضعها، وما هي الغاية منها؟ بعدين الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة. إذن هذه يعني هو ما بحث فقط عدالة الصحابة، بحث عدالة الصحابة ومجراها التاريخي، تأسيسها ومراحلها. بعدين شوف عنده باب المرجعية، نعم، مرجعية الأمة، وأن قضية الصحابة هو لأجل طرح مرجعية مقابل المرجعية اللي طرحها النبي صلى الله عليه وآله، وهذا في العمق. وإلا ليش عدالة الصحابة؟ يعني هؤلاء هم المرجعية. المرجعية في العقيدة، من يعين المرجعية؟ مواقف المسلمين من المرجعية بعد النبي صلى الله عليه وآله، المرجعية التي عينها النبي، المرجعية البديلة. بعدين القيادة والسياسة، عندنا المنصب الديني والمنصب السياسي، 2 أو 1، كيف هما هذا في عمق الأمر. يعني قضية عدالة الصحابة كشف أبعادها المتعددة واستوعبها بحثا، وكله في 300 صفحة. ولما يتكلم عن مستند ويتكلم بمنطق. ولذلك أنا أدعو إخواني أن يقرأوا نظرية عدالة الصحابة الشيعة والسنة حتى يستوعبوا. الآن إخواننا السنة أيضا تنازلوا، ما يمكن كل الصحابة عدول، شو هالكلام هذا؟ قتلوا بعضهم وكفروا بعضهم وذبحوا بعضهم. تنازلوا بعدين قالوا أهل بيعة الشجرة 1400. طيب تقول لهم 1400 إذا كان كلهم عدول ومن أهل الجنة، طيب قاتل عثمان منهم، عبد الرحمن بن عديس البلوي اللي قاد جيشا من مصر وحاصره وقتلوا، هذا منهم، من أهل بيعة الشجرة. قتله معاوية. قاتل عمار أبو الغادية اللي نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه في النار، طيب هذا منهم. عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول هذا منهم. ما يمكن أن يكونوا. بعدين على ماذا بقى؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. مرة قرأتها لأحد المشايخ الوهابية، قرأت الآية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، قال لا. قلت له ليش؟
المؤمنين وإذ، قلت له ها يعني فيها شرطين، ليش ما قال رضي الله عن الذين يبايعونك؟ هم 1400 عن المؤمنين وإذ وقت بيعتهم، وبعدين بشرط أن يفوا ببيعتهم. على ماذا بايعوا؟ مسلم يقول بايعوا على أن لا يفروا ولا ينازعوا الأمر أهله. طيب الحديبية بعد منها خيبر فروا، بعد منها حنين فروا وليتم مدبرين. صحيح. ونازعوا الأمر أهل، هذا شو سووا بأهل البيت؟ فإذا لا شروط البيعة استوفيت، ولا يمكن القول بأنهم كلهم هؤلاء عدول. ولذلك هم بقوا يعني في النظرية. لما يجي واحد باحث ويبحث النظرية، شوف قضية حتى ليش تنازلوا عن أصحابك النجوم؟ طيب إذا كلهم عدول لازم يصح الحديث. قالوا لا لا لا، هم قالوا موضوع لا يصح لأنه مسروق. أهل بيتك النجوم يصح، أصحابك النجوم. طيب سعد بن عبادة اللي كفرهم كان هذا نتمسك به، تمسكنا بنجم كافي. طيب علي وأهل البيت صحابة وأهل بيت هن نجوم، أتمسك فيهم وأترك الباقي. لا لا، تنازلوا عن حديث أصحابك النجوم أو اعترفوا بأنه موضوع ومأخوذ. فإذا لا يمكن الآن أن يأخذوا هذا الكتاب يعالج قضية موجودة، ومسألة المرجعية ومن أين تتلقى دينك هذه مسألة مهمة فيه. نعم. هو ظاهرا على حسب كلامه هو نفسه قصة الاستبصار مرتبطة بطبع كتاب في لبنان كان يريد يطبع، كان عنده بحث يريد يطبعه في لبنان. إيه. وهذه نعم. قصة صحيح. استبصار صحيح. في سن متقدم، يعني ممكن سمعتوا منه هذا مباشرة. نعم سمعتوا منه. شو يقول؟ كان عنده بحث في يريد يطبعه في لبنان. نعم. وبحثه ما فيه شيء يتعلق بالصحابة أو بالتسنن وبالتشيع. ويقول في لبنان رأيت الانفتاح الفكري، وصارت لي بعدين قضية هذا الحج وتعبيره هو أنه هذا لما قال لي قوم يا أحمد النبي آمنا، شو الصحابة هنا كان يدوس قدم سيدي فلان وسيدي فلان، شو هذولي اللي بتعبيره قل هذا الأستاذ خلي مكروا ببعضهم، شو بدك فيهم؟ يقول كأنما زرع سنبل حبة حنطة في قلبي. مع أنه مو صاحب ثقافة عالية هذا الشخص. لا لا ذاك بسيط ولكن عنده ملاحظات. يقول أنا رجعت بدأت أبحث إنه كلامه صحيح، النبي ما فيش كلام عليه. نعم. الباقيين في كاف ولام وبين بعضهم في مسائل أشوف ما هي. يعني هنا كانت نقطة الانطلاق. نعم. هنا بدأ البحث واستمر بحثه 14 سنة، وأخيرا قل وصلت إلى النتيجة كنت أبكي في الصلاة. قل قرأت أن الشيعة يقنتون، لأنه السنة يقنتون بس بالدعاء وفي المهمات وبالأزمات. نعم. يقول لا، أن الشيعة عندهم دائما الصلاة صحيح. فيها قنوت دعاء. يقول أنا كنت أقنت وأبكي. إن شاء الله هذه ملاحظاته في البداية، هذه إن شاء الله نتناولها بعد الفاصل. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل حديثنا إن شاء الله. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه
وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال حميدا لم يزل حميدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداعي المدحوات وجبار الأراضين والسماوات وجبار الأراضين والسماوات قدوس سبوح قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نواصل حديثنا حول المرحوم أحمد حسين يعقوب المفكر الإسلامي. وشيخنا هذه كلمة المفكر الإسلامي مهمة جدا، يعني يفكر في الله، يعني هو مفكر، يعني مو مجرد إنسان يكتب. ابتكارات عنده في كتبه، ابتكارات. نعم تفضل. كم عندنا هذا النوع من المفكرين يعني في الساحة؟ ما من كتاب كتبه أحمد حسين إلا وفيه ابتكارات جديدة. أبو يحيى رحمة الله عليه في كل كتبه فيه إما أركان ابتكارات في من الأركان أو لمسات فيه جديد دائما. كتب بالإمام المهدي سلام، كتب الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية. صحيح. خطط النبي لتوحيد الأمة حول أهل البيت، شغلة كبيرة يعني استراتيجية، يعني نعم. مشاريع مستقبلية. نعم. عنده كتاب الإمام المهدي سلام الله عليه فيه أشياء جديدة. هذه حقوق الإنسان عند أهل البيت أيضا. هذا أنا أتساءل دائما، هذا الكتاب حقوق الإنسان عند أهل البيت والفكر المعاصر الآن مدة من كتب الكتاب، يعني آخر ما ألفه. آخر ما ألفه، معناه أنه أنضج شيء كان. نعم. وما نلاحظ اهتمام بترجمته مثلا، يعني واقعا حيف أن هذا الكتاب يبقى في المكتبات. هذا الكتاب باعتقاد الجامعات لازم تهتم به، ولازم يترجم، يعرفون قيمته في الغرب إذا ترجم اللغات الأخرى، الإنجليزية والفرنسية واللغات الأخرى. يعني الغرب الآن يعتقد أن أئمة أهل البيت مثل هذا شو يسمونه هذا أنت بن لادن وفلان وكذا، على حساب الشيء اللي يشوفونه هم. إيه، لأنه الغرب منين عرفوا الإسلام؟ عرفوا الإسلام من العثمانيين ثم عرفوه من الوهابية. هكذا إسلام دموي. إيه، إسلام دموي، إسلام هم مفرط، إسلام حريم يعتبرون العثمانيين، دموي وجنسي. والآن كذلك يعرفون من الوهابية. ما عرفوا إسلام علي والزهراء والحسن والحسين، ما عرفوه. أنا دعوني أن أتكلم في مجموعة من الغربيين كانوا مسلمين، فقلت أنا أحدثهم عن المسيح والعذراء والزهراء والحسين سلام الله عليهم. عجيب كان تفاعلهم وتأثرهم. قالوا إحنا نبحث لما نريد نترك المسيحية نحتاج لنا شيء بمستوى بمحتوى فكري وروحي. أما لما نروح إلى إسلام الوهابية نجده جاف، إسلام العثمانيين جاف، إسلام أهل البيت عليهم السلام نشوفه في أبعاد أعماق. نعم، في تآخي، في توافق بين القيم اللي متربين عليها من المسيح والعذراء وبين هذه القيم. هذه تكميل لها، رفع لمستواها. لذلك يجب أن نعرف الإسلام إسلام أهل البيت للغرب،
وهذا الكتاب حقوق الإنسان عند أهل بيت النبوة مقارن بمنشور الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان. هذه مسألة مهمة. نعم. نعم. يعني المفروض شيخنا في بلد مثل الأردن فيه مسيحيين يعيشون، فيه أحرار، فيه مسيحيين، فيه كنائس في الأردن. صحيح، لكن الأردن مضطهد للوهابية يا أخي. لا، مو هذا يعني المقصود من كلامي أنه ما دام يعني فيه مسيحيين يعيشون غير مسلمين، فالمفروض العقائد والمعتقدات قضية قناعات شخصية. هذا الرجل لماذا يحارب يعني وهو يعيش؟ ذكرتني. نعم. أنقول لك قصة. يقول أنا كنت ماشي في جرش، جايبين واحد وهابي يظهر من أصل فلسطيني وإمام جمعة، فكان يخطب في مسجد ويتكلم علي وعلى كتابي. يقول صادفني في الطريق، قال أنت الأستاذ أحمد حسين، محامي أحمد حسين يعقوب؟ قلت له نعم. قال في عندك من كتابك عدالة الصحابة؟ قال له إيه عندي نسخ. شو تريد؟ قال له أنا كم نسخة عندك؟ قال له يمكن 200 نسخة. قال له كلهم أشتريهم. قال له ليش؟ أنت تحتاج لك نسخة أو نسختين. قال بشتريهم بحرقهم. قال له ليش تحرقهم؟ قال له لأنه هذول خطر. قال لا شوف، قل في كنيسة بجرش، شوف هذول أحرار، يعني يعتبرونا أهل كتاب. أنا معتبريني شيعي، اعتبرونا مسيحيين، رأي آخر. نعم. هذا قال أنتم أخطر من اليهود والنصارى، أنتم قتلكم واجب. إيه هكذا. يقول شفت أنا صاعد، يعني مصعد الدرجة. قلت له لك شوف أنا صابر عليك، أنت مش من اللواء، أنا ابن عشيرة من اللواء يعني المحافظة. نعم نعم. إما بتسكت بعد ما بتذكر اسمي ولا كتابي في خطبك، وإلا ببعث لك كلب مثلك يجرك يحطك خارج اللواء. يقول خلى لا يا أستاذ يا محامي أنا ما قصدي ما هو غير حديثه وصار واوي. فجابه مجابهة شديدة. هذا استطاع أن يجابه لهذا، لكن في مجابهات أخرى أذوا فيها رحمة الله عليه، ضيقوا عليه كثيرا. الموجة الوهابية في الأردن وهم معطينها المجال. هو لولا عشيرته وعلاقاته بالأسرة الحاكمة نعم كانوا شالوه من الأول، وتأخر أخيرا بعد الضغوط اضطر أنه يهاجر إلى أمريكا الله يرحمه. ولكن الشيخ يعني من خلال ما يكتب الإنسان، يعني أنا أحكم على الشخص من خلال كتاباته. إذا مثلا كتاباته دعوة إلى الفتنة واستهزاء بالأديان يعني نعم، لكن الرجل كتاباته راقية. أحسنت. يعني راقية. فأنا لما أشوف إنسان عنده كتابة راقية وبنفس الوقت جاي يختلف معايا، مو اختلاف تصادمي، لا، جاي يقول لي اختلاف، قال أنا هذه رؤيتي. إيه هذه متى يفهمونها شيخنا؟ تتصورون يفهمونها؟ لأنهم هم ليسوا أهل علم وأهل رؤية. هؤلاء تركيبة النواصب والوهابية تركيبتهم القمع والاضطهاد يا أخي، مش أهل منطق. لو كانوا أهل منطق كانوا رضوا بالمنطق. هل يوجد مثل هذا الكتاب مثلا في الجهة الأخرى؟ أبدا. حقوق الإنسان عند أهل البيت أبدا. لأنه هو يقول هم كيف يعني على أي شيء يقوم أمرهم. هذول مثلا اللي يقدسون معاوية جمع وجهاء البلاد الإسلامية في مؤتمر بالشام وقال لهم اخطبوا عرفوا فضائل يزيد، يريد يبايع بعده لابنه يزيد. صح. فقام أحدهم قال أيها الناس، الأمير هذا معاوية
فإن هلك فهذا يعني يزيد، فمن أبى فهذا، وسحب السيف. معاوية قال له أنت أخطب الخطباء. إذن هذا أخطب الخطباء هو أبو داعش وأبو ماعش، ما عندهم منطق، وإلا المفروض يقول له معاوية اجلس، ما هذا التهديد، هذا لا يصح، وهذا عليها مسؤولية شرعية وقانونية أنك تهدد الناس. لا، هم يفرحون بهذا لما إمامهم اللي يقتدوا به هكذا، فمن أبى فهذا، هذا منطقهم يا أخي. ولذلك الآن نحن نأمل أن يطلع أنه الموجة الوهابية تضعف ويعود للساحة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة المنفتحين، يعني عندهم فقه، عندهم مذاهب، عندهم منطق، عندهم فيك تتفاهم معاهم. هؤلاء أبدا. الآن الإعلام ممسوك بالبلاد الإسلامية للوهابية، الجو العام السائد للوهابية، علماء الأزهر، علماء الزيتونة، علماء الجزائر، علماء العالم الإسلامي، المذاهب الأربعة، ذول أهل السنة والجماعة هم لازم ينزلوا للساحة. اجتمعوا في غروزني، مو اجتمعوا في غروزني. هذه مرحلة تاريخية المفروض تترجم. هذا مقطع تاريخي مهم، أنهم نفوا عنهم وغف النواصب الوهابية، قالوا ذو الحزب سياسي ليسوا من أهل السنة والجماعة. شيخنا، لو أن الجهة الأخرى احترمت فتوى الشيخ شلتوت وعملت بها، طبيعي كان يعني في الوضع. هل كنا في هذا الوضع اللي احنا فيه؟ لا أبدا أبدا. إذا موجودة مسؤولية تاريخية. صحيح موجودة. صحيح. أريد أن أقرأ إذا تسمحون فهرس كتاب حقوق الإنسان عند أهل البيت النبوة سلام الله. مفهوم حقوق الإنسان: واجب المجتمع في حماية حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة حقوقه. الفصل الثاني: حماية حقوق الإنسان، تأصيل مبدأ حماية حقوق الإنسان بالأمن العام، بحفظ حياته، بحفظ عرضه، لحفظ سمعته ومسمعه، بحفظ عقله، بحفظ ماله. حماية الإنسان من أن يكون سلعة يباع ويشترى. حق الإنسان بحماية بيته مكان سكناه. حق الإنسان بالدفاع عن النفس. هذه كلها قيم. نعم، ويتكلم عن الحريات فيما بعد، يتكلم عن الحريات. وكذلك حق الحرية. لاحظوا من هم حماة حقوق الإنسان: النبي والقرآن وأهل البيت، والباقين بايع وإلا قتلناك، والباقين فمن أبى فهذا. الفصل الثالث: تأصيل حق الحرية. حق الحرية وحق المساواة، الترشيد الإلهي لحرية الإنسان، الغاية من خلق الإنسان، الحياة قاعة امتحان كبرى، الثواب والعقاب، قوانين تبين الحق من الباطل، تأهيل الإنسان لممارسة حق الحرية، وهكذا. بعدين رسالة الحقوق اللي وضعها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أقسام حق الإنسان بالحرية: الحرية الدينية، وعندك منشور الأمم المتحدة الحرية السياسية، الحرية الرقابة، حرية الأحزاب في الإسلام، موقف أهل البيت من مصادرة الحريات، الحرية المدنية، الحرية الاقتصادية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيف أنه ينسجم مع الإسلام الأصيل ومع فقه أهل البيت ومع سلوك أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، هذا كلام علمي، كلام علمي راقي، مثل ما تفضل أنت. طيب ما دام كلام علمي راقي ليش يضطهد صاحبه؟ لأن الطرف الآخر ما يريد. حتى شيخنا في الكتب الكلامية وغيرها، يعني عند غير أهل البيت منظومة القيم غايبة، ما فيش حديث عن الحريات، مقاصد الشريعة بس. أما حديث بهذا الشكل عن الحريات، عن حرية الإنسان في المعتقد، ما عندناش. يعني
أكثر كتب الفقه وإلا قتل وإلا قتل وإلا قتل، هي مشكلة يعني وإلا قتل. هذا مو إكراه يعني وإلا قتل. هذا موجود. الوهابية بارز فيهم هذا بشكل واضح. أقل شيء هو يدور على سبب حتى يقتل. هم محتاجين لهذا. شوف، يقولون الشيوعية جاء ديالكتيك بعد نظرية الشيوع. بالأول يريدوا شيوع الملكية، بعدين رادوا يساندوها بالديالكتيك. هؤلاء حركة الوهابية ضد الدولة العثمانية، يريد يقاتل الدولة العثمانية ويسيطر. بعدين جابوا فكر يدعم عملهم. هم محتاج يقاتل هؤلاء. حتى شو يقول عن هؤلاء؟ لازم يقول المشركين عندهم قبر، وحتى أنا لهذا استحللت أني أقتلهم وأني أحتل بلدهم. فهم محتاجين لأن يحتلوا بلاد ويقتلوا ناس، بعدين وظفوا لها هذا التكفير. مبرر يعني مبرر تكفير. ولأجل هذا نقول أنه في الفقه الإسلامي السلطة عبر التاريخ عندها مبررات. نعم. عندنا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أنس بن مالك: كيف تقول أن النبي سمر يدي واحد بالحائط؟ هذا لا يصح. ويقول كذب أنس في ذلك حتى يبرر لهذا الحاكم أن يسمر. إنما استحل الحكام التعذيب لرواية رواها أنس. ولعل نسبوها أيضا شيخنا الأنس، لعلهم نسبوها. على أي حال إذن كان هناك تبريرات العنف موجودة في بعض مسائل الفقه الإسلامي، لكن الوهابية عمموها لكل فقههم. لو أعيدت الآن ثنيت الوسادة لفقهاء المذاهب الأربعة يختلف الوضع. شيخنا الأستاذ أحمد حسين يعقوب استبصر في حدود 40، يعني استفاد من رصيد التجربة. يعني ممكن لو استبصر عمره 18 سنة ما يكون هذا لو كان استبصر هو شاب ما عنده هذه التجربة. صحيح. في القانون والحقوق وكان محامي ناجح. نعم. خطيب مسجد ناجح. إضافة إلى القيم مالت العشيرة. هذا أحسنت. القيم والنبل اللي عنده وهو مرجع لعشيرته. مرجع. يعني ممكن لو استبصر عمره 18 20 ما يكون هذا النضج. هذا التفكير. وفي توظيف تجربته بهذا. وإلا عندنا كثير ما التفتوا لمسألة حقوق الإنسان والفكر المعاصر. هناك دقة كبيرة في الربط هذه. معناه معايش المجتمع. يعني لا، الآن أمام الغرب نقدر نطلع كتاب مثل هذا ونقول نعم احنا عندنا حديث عن حقوق الانسان، وعندنا ناس يفكروا مفكرين يتكلمون عن حقوق الانسان واهل البيت، ها وعندنا كذا، وعندنا رسالة الحقوق. بس شيخنا الولد يكبر في مدارس ما يعرف كلمة حقوق الانسان، فضلا عن حقوق المسلم، فضلا عن حقوق الشيعي المسلم الشيعي، حتى يدخل الجامعة يمر محروم من هالقيم طول هذه المدة اللي هي مدة التكوين. في الجامعة يصير باحث بعد، صعب يرجعوه. هذه برأيكم شيخنا هذا خلو المنظومة التربوية تاع المسلمين في بلداننا من القيم، من منظومة القيم اللي هي موجودة في القرآن. القرآن إذا واحد ينظر نظرة تدبر كل هذا الشيء اللي يتكلم عليه الأستاذ كله موجود في القرآن الكريم. لماذا يعني كثير الكلام حول أمور بسيطة؟ مثلا 26 شرح لصحيح البخاري، وكأنه مرة كتب بالإسبانية، إسبانية يعني لغة الإسبان، ومرة بالدنماركية، ومرة وإن إذا هو بلغة واحدة. كل هذه الشروح أنا لحد الآن حاولت أفهمها. لا، والمضامين الفكرية اللي بيهتموا فيها أكثر مثل البخاري وغيره. نعم. مضامين فكرية الأبعاد العقائدية والروحية ما موجودة فيها، غايبة. كيف راح يتربى المسلم مثلا؟ كيف راح يتربى المسلم على الرحمة؟ يقول ارجع لكتاب الرقائق، كأنه كتاب محطوط على الرف اسمه الرقائق. هذا كتاب صوفي يبكي دقائق بس ما يبني شخصيته. صحيح، لكنه كأن كل هذه يعني مثلا
وجود الله، فاعلياته، نعمه، مسألة سلوك الإنسان، تعامله مع ربه، ما يهتم به أهل البيت عليهم السلام من بناء الشخصية، كأنه هذه محطوطة على جنب، هذه رقائق اتركوها، ومركزين على أمور أخرى مع الأسف. يعني مثلا الناس رجلان، أخ لك في الدين ونظير لك في هذا مبدأ عالمي، هذا مبدأ نعم الفطرة تنطق به. نعم هذا المبدأ لما يكتشف واحد عمره 40-45 سنة ماذا يصنع به يعني؟ أحسنتم. أنت سألتني عن المرحوم المحامي أحمد حسين يعقوب، أنا أسألك كيف تعرفت فيه وكيف قرأت له؟ والله أنا يعني أول كتاب قرأت له تعين هو هذا نظرية عدالة الصحابة. هذه قصة ممكن عندها 15 سنة كذا. أنا كنت أول بحث اللي هو قراءة في سلوك الصحابة، هذا الموجود بالإنترنت وينزل له وكذا. فكنت أبحث الشيخ المالكي كذا كله، أشوف الكلام اللي، فاستأنست بهذا الكتاب كثير جدا، لأنه ليس كتاب شخص قاعد يدافع عن مذهب أو شخص يتهجم على مذهب، شخص حيادي يريد يصحح مفاهيم مغلوطة عند الناس بس يعني. وهذا حتى الإنسان يكون بهذا المستوى من الرحمة يعني هبة إلهية هذه، أن الإنسان يريد يصلح المفاهيم المغلوطة حتى عند الناس اللي يكرهونه، حتى ما يهم تكرهني مو مشكل، بس فقط صحح مفاهيمك. فكنت يعني أحيانا كان يتكلم مثلا عن مسألة الصحبة أو صاحبي السجن كذا، واحد الكلام يحتاج عقل يعني، مو كل من يقرأ، لا هو بمؤلفاته الله يرحمه يخاطب العقل. نعم. ويلذ له الإنسان أن يقرأه لأنه يخاطب العقل. أنقل لك عن كتاب عدالة الصحابة. أحد الإخوة يقول أنا أشتغل بأرامكو بالسعودية، واحد شاف عندي الكتاب أخذه، ثم طلبت منه الكتاب، يقول أعطاني الكتاب وهو غاضب، يسبني ويسب مذهبي. قلت له ليش؟ خلي أنا قريت هذا الكتاب وكان عندي دين وراح ديني، أنت فقد خليتني أخسر ديني. قلت له ليش هذا الكتاب ما فيه خسرك دينك؟ قال صدق يقول، صحيح يقول هكذا فعل الصحابة، أنا فقدت الإيمان بهم. قال له يعني دينك أنت مربوط باثنين ثلاثة من الصحابة؟ كأنه صاير محور، يعني إذا معاوية طلع مش منيح صار بلا دين. لا عمي، لا عمي، الإسلام قبل معاوية وبعد معاوية، قبل زيد وبعد زيد. انت ارتباطك بالله وبرسوله وبالقرآن، وهو قال لك كتاب الله وعترتي، ارتباطك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اللي بنوا أمورهم كلهم على الصحابة والصحابية، هذا لا يصح، لا يصح. ليس كل رأس المال، رأس المال أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أذكر عن المرحوم أبو يحيى، كان مدعو إلى مؤتمر هنا في طهران. قلت له مين معك بالغرفة؟ قال الدكتور عبد العزيز الخياط. الشيخ عبد العزيز الخياط هو شيخ في عمان معروف، وخطيب وإمام مسجد، وكان وزير أوقاف فترة. قلت له كيف علاقتك معه يا أبو يحيى؟ قال لي علاقتي معه منيحة وصديق هو، لكن صار له يومين بارم وجهه عني، بيحكي معي. فيقول، قلت له شو سويت له أنت؟ قال أنا شفته بيتوضى هيك فأشفقت عليه. قلت له يا شيخ عبد العزيز، أنت كل عمرك تتوضى وضوء الحكومات، شي مرة توضى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هالتعبير. قال له يا أبو يحيى هذا وضوء النبي، رواه البخاري ومسلم. قال له أنا عارف أنه رواه البخاري ومسلم وغيره،
لكن يا شيخ عبد العزيز، أنا إذا بتدور على الإسلام كما نزل غضا طريا ما مسه شيء نقيا، ما بتلاقيه إلا عند أهل البيت، وأنا ما لقيته تعبير الأردني إلا عند أهل البيت. قال هو فكر هالشكل وأعرض عني مثل داخ. قال له هذا هالتعبير أنه الدين اللي احنا ماخذينه دين حكومات رسمي، هذا ابتكار، أنه خلينا نخرج عن المنظومة الرسمية ونفكر. هاي كلمة دكتور علي الوردي وعاظ السلاطين لعبت دور كبير، هذه الكلمة هذه. لكن هذه هالموروث الثقافي عندنا موروث من خارج السلطة وموروث من السلطة. طيب خلينا نقايس بين الموروثين. يحتاج تعبير يقول أنه قلت له أنه كل عمرك بتتوضأ وضوء الحكومات، شي مرة توضأ وضوء النبي؟ قلت هذا مش وضوء النبي. قال له لا. إن شاء الله شيخنا الكريم نواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل حديثنا إن شاء الله حول المرحوم الدكتور أحمد حسين يعقوب رحمة الله عليه. يا إلهي يا إلهي يا معين العاجزين، بالنبي الطاهر الهادي الأمين. يا إلهي يا إلهي يا معين العاجزين، بالنبي الطاهر الهادي الأمين. يسر الأمر وفرج كربنا، واكفنا يا رب شر الحاسدين. يسر الأمر وفرج كربنا، واكفنا يا رب شر الحاسدين. كلنا يا ربنا رغم الزمان، واقيا وانشر لنا برد الأمان. يا إلهي يا معين العاجزين، بالنبي الطاهر الهادي الأمين. يا إلهي يا إلهي يا معين العاجزين، بالنبي الطاهر الهادي الأمين. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نواصل حديثنا إن شاء الله في ذكرى المرحوم أحمد حسين يعقوب شيخ المستبصرين بلا منازع. ظاهرا موجود أسئلة شيخنا، عندكم أسئلة حول عندنا 3 أسئلة مختصرة نجاوب عليها حول الإمام المهدي سلام الله عليه. في سؤال الأخ سيد علي من الجزائر يقول الرايات اللي تخرج من المغرب العربي عند الظهور وموقف الحكومات المغربية. عندنا راية مغربية تدخل إلى بلاد الشام، ربما تكون قوة تطلب للمشاركة هناك، وبرواياتها ليست بالسند القوي. وبشكل عام العالم الإسلامي يلهج بذكر الإمام المهدي وتكون مظاهرات الظهور صحيح تأييد له سلام الله عليه. الأخت أم أحمد تسأل المدة اللي يبقى فيها الإمام في مكة قبل أن يأتي إلى العراق. عندنا نص يقول يمكث في مكة فيطيل المكث، هو يظهر في عاشوراء في محرم، ربما يبقى 2 شهر في مكة بتقديري، في المدينة كذلك 2 3 ثم يرتب وضع الحجاز والخليج ويسلمها إلى اليماني وزيره، وبيجي هو إلى العراق سلام الله عليه وبيرتب أوضاع العراق وبتوجه لحرب السفياني في دمشق. نعم. سؤال أيضا، لماذا سمي الإمام المهدي بهذا الاسم؟ أخ عباس خالد
هذا موضوع مهم ويحتاج إلى محاضرة. اللي مسميه رسول الله، اللي مسميه رب العالمين، مهدي من ربه، مهدي من ربه فوق العصمة. العصمة أنه ما يعصي الله. نعم. هذا يعني الله بيدير كنتروله. شيخنا عندنا اتصال من الجزائر. تفضل أخي الكريم علي، تفضل. نعم. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. المحترم. نعم تفضل. الله يخليكم فضلك. احنا المستبصرين الذين التحقنا بأهل البيت خير وآخر، كيف الأحكام تاعنا نديروا في صلاة؟ لأن وجدت اختلاف كبير. والباقي شكرا لك أهل المشاهدة. حتى البسملة ولينا في 6 الناس ولا 4. كيف الحكم تاعنا كيف نعم. من جديد يعني الغروب والصلاة والدعاء في القنوت وكاع ما كناش على دراية عليها على الأقل. نعم. شكرا. يعني يطلب فقههم. نعم. المفروض لما إنسان يريد يطبق فقه أهل البيت عليهم السلام يختار له فقيه يرتضيه، يظن أنه هو الأفقه، حي يكون حيا، ويشوف رسالة العملية في الإنترنت يسهل عليه، يعني يختار فقيه يطمئن له قلبه، يطمئن له أنه إما أن يعلم أن هذا أفقه الموجودين الأحياء، نعم، أو يحتمل أو يظن أنه أفقههم. نعم. ورسالته في الإنترنت يمكن يسحبها، وأحكام الصلاة والصوم وغيره يطبقها ويتعبد لله على حسب هذا الفقه، فقه أهل البيت بحسب استنباط هذا الفقه. صحيح شيخنا، جماعة فيما سبق كان حتى اللي قعدوا مدة بدون تقليد. هذا التقليد معناه الرجوع إلى خبير في الشريعة. معنا عيسى من ليبيا. نعم. تفضل عيسى، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ القرآن كيف حالك؟ الحمد لله يا أخي عيسى، الله يبارك فيك ودير بالك. أنا نعم شيخ، أنا عندي فقط 3 نقاط بارك الله فيك، أريد أن أوجز وبدون يعني مقاطعات في 3 نقاط فقط، يعني لا أكثر ولا أقل. طيب؟ تفضل. جيد. بخصوص الصحابة، فالله أثنى على الصحابة وكرم عليهم في كتابه، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوهم في ساعة العسرة. محمد جواد مغنية في تفسيره يقول في نهاية الآية أنه بهم رؤوف رحيم، يقول ماذا؟ لأنه علم منهم الصدق في إيمانهم والإخلاص في نيتهم. هذا في الكافي يقول عنهم ارتدوا، الكافي يقول عنهم ارتدوا. ثانيا الغسل، الوضوء، كيف يتوضأ؟ أصبر علي. مو الكافي بيقول ارتدوا، البخاري بيقول زمر بيروحوا لجهنم ولا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا اللي بيقول ارتدوا. وليش بتحطها على الكافي يا عيسى يا ابن الحلال، يا عيسى يا أبو موسى؟ طيب قول نصوصنا تقول أنهم ارتدوا. البخاري بيقول ما بيسلم من الصحابة كلهم بيروحوا لجهنم، ما بيسلم منهم إلا مثل ارتدوا هكذا، ارتدوا نعم على أدبارهم نعم القهقرة، ارتدوا نعم هكذا. نعم. قل لا تعلم ما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أدبارهم القهقرة. طيب سؤال الثاني يا أخي عيسى، يريد هو كل الصحابة يعبرهم. شوف 12 إمام معصوم ما بيقبلوا، 150,000 صحابي بده يسوي لنا إياهم معصومين. طيب تفضل يا أخي عيسى. طيب تسمعني؟ أسمعك نعم، تكلم. طيب. النقطة الثانية بارك الله فيكم، النقطة الثانية نعم. وهي الوضوء. أهل البيت يا شيخ قراني كان يتوضؤون بوضوء النبي وهو وضوء أهل السنة، يعني لا فرق. يقول في الكافي للكليني الجزء الثالث صفحة 35 ورواية صححها المجلسي، يقول: إذا نسيت فاغسل ذراعك قبل وجهك، بعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
هذا فيه الغسل، يعني غسل وضوء أهل البيت هو وضوء أهل السنة. النقطة الثالثة بعجالة، النقطة الثالثة والأخيرة بارك الله لا فيكم. أنا لازم أشوف النص، ما عندنا غسل الرجلين نحن أبدا أبدا. على فرض الوضوء غسلتان ومسحتان، وهذه أرجلكم عندنا بالكسر، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على الغسل تردها؟ ما ترد، هذه مو عربي، هذا عجمي، هذا عجمي. فصل بين العطف والمعطوف. لا تعطف على المتقدم. نعم شيخنا، حتى على فرض ثبوت هالرواية. نعم. هي رواية شاذة. أحسنتم، احنا مخالفة للمشهور، يعني كل ما رواه الكافي على فرض على فرض. فهذه يا أخي الكريم أنت تعرف مليح كيف يتعاملون مع الروايات، الجمع والطرح. فقه المذهب، شوف أنت إجماع فقهائنا، إجماع أئمتنا على المسح. نعم تفضل يا أخي عيسى. الثالث. جيد. الثالث الآن أي واحد يريد أن يستبصر، طيب لا رأيت في قناة سدك أو غير قناة سدك، ماذا يفعل؟ ينطق بالشهادتين وينطق باللعن، يقول أن هذا اللعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هذا اللعن هذا مو صحيح ولا يحتاج إلى أن ينطق. هو صار يعتقد أن النبي أوصى لعلي، خلاص صار هو متابع مذهب أهل البيت، اعتقد بقلبه وما قال شيء، خلاص ولا يلعن ولا محتاج سب ولعن، ما محتاجين سب ولعن. التشيع أن يتبع الفقه والمذهب الشيعي، يعني يتلقى فقهه من النبي وأهل بيته، ما علينا بالآخرين يمس الآخرين ويسبهم ويلعنهم، لا. شكرا يا أخي. على كل حال طبعا شيخنا شوية متعب أن نفس الأسئلة ونفس الملاحظات يبقوا يدوروا عليها الجماعة. نعم كذلك. هذه إذا نكمل. اسم المهدي قبل عندنا سعيد من الجزائر. تفضل سعيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عبد الباقي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف رجلك، يقول لازم لمعة ما تخليهاش، هو الغسيل ما تعتمدش على القرآن، لازم تعتمد على السنة. أما قضية المهدي فهو إنسان مهدي، يعني هداه الله الطريق المستقيم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني هي بمنزلة مداخلة مو سؤال. يعني نعم. سمي المهدي هو بناء أنه المهدي اسم عام لكل أحد. نعم. لو كان المهدي اسم عام ما بشر رسول الله بأنه المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا. المهدي الفلاح المهدي بيعرف كيف يزرع وكيف يحصد، أبو الدكان المهدي بيعرف كيف يشتري ويبيع، لكن اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا ومهدي هذا شو محتاج له إلى معلوم ومعلومات أوسع وأوسع. إذن هدايته بحسب مهمته وشخصيته. الإمام المهدي شخص مبشر به من رسول الله صلى الله عليه وآله، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يقيم دولة العدل الإلهي. هذه مش شوية. فإذا ما كونه مهدي بمستوى مهمته، هذه هدايته أعظم. نعم. محمود من العراق، تفضل أخي الكريم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال مولانا إذا تسمح لي. نعم تفضل. السؤال شو الفرق بين حركة السفينة وداعش الآن؟ حركة داعش. حركة السفياني وحركة داعش الفرق بينهم؟ نعم نفس الشيء. كل الوهابيون كلهم سفياني. كل من وقف في وجه الإمام المهدي ووجه أهل البيت ومواليهم الموالين لهم سفيانيون. فلذلك الوهابيون سفيانيون، والقاعدة وداعش وكلهم سفياني. في سفياني أضخم من سفياني، أشد. يعني فيه السفياني الرمز وفيه السفياني الشخص كذلك. نعم. نعم. مشكور أخي الكريم محمود من العراق على الاتصال. زين شيخنا نرجع لأحمد حسين يعقوب. نعم.
هل يعني ربى طلبة وشباب أو أحمد حسين يعقوب رحمة الله عليه ما استفيد منه كما ينبغي. نعم. ظروفه في الأردن كان عليهم تضييق وعليه مطاردة، يعني مطاردة من السلفية والوهابية على طول. يا أخي أنا زرت ينظروا لي شزرا، خاصة زرت أنا بهذا الزي. رحنا إلى عمان معه، أوف كيف رأيتهم أنهم معبئين ضده. ويعرفوه، معروف، هو شخص نعم معروف ابن شيخ عشيرة بعد. نعم هو معروف بكتابه، معروف بأنه إمام مسجد، ومعروف عند البعض ليس عند الكل. يكتب في الصحف، كان هو يكتب. فربى الآن الحمد لله أسرته على خطه بشكل عام. أخوه اللي كان هو دكتور عنده كتاب، ألف كتاب في حواره مع أخيه. أخوه كذلك في قريته مأثر على ناس، في محيطه عنده محاضرات في الخليج، في أمريكا، في أماكن مختلفة، محاضراته في قم. وحتى حينما توفي في الخارج، يعني نعم كان هو اضطر لأنه ضايقوه، راح لأمريكا وكان في ديترويت وكان يحاضر هناك وأثر أيضا، وتوفي فجأة رحمة الله 55 سنة يعني. نعم دون ال60. أذكر في رمضان ظاهرا دون ال60 رحمة الله عليه. نعم أتذكر حتى تكلمنا مع شيخ الغروي يعني وأبو فاتح. نعم كان عمره دون ال60 رحمة الله عليه وتوفي. فهو أكثر تأثيره بكتبه. هو أكبر أخوته. هو أكبر أخته وهو شيخ العشيرة، ووالدته أم أحمد، يعني هو أحمد حسين يعقوب هو أم أحمد. نعم. وأخوته يحبوه ويقدروه كلهم. أنا رأيت موقعه في الأسرة في نبل بعائلتهم، نبل بتعاملهم مع بعضهم، باحترامهم لبعضهم، تجد احترامهم للآخر، قيمهم مميزين. وعندنا قاعدة يا أخي أن الله عز وجل ما يعطي حب أهل البيت وولايته لأي أحد. إذا أردنا أن نرتب الأولويات مثلا، أهم شيء عند أحمد حسين يعقوب ما هو؟ يعني من الذي كان يحتل المرتبة الأولى في وجدان وتفكير أحمد حسين يعقوب؟ كان أحمد حسين يعقوب يقول أتمنى أن أصيح في العالم وصباحا لظلامة أهل البيت عليهم السلام. يقول النبي كان يقف على الصفا ويقول وصباحا. صحيح. تأتيه قريش، ما هو الخبر؟ قل لو أخبرتكم الآن أنه في خيل مغيرة عليكم هنا تقبلون كلامي؟ قلوا له نعم. أنا أخبركم والله في آخرة وجنة ونار وحساب. يقول أنا ودي أنا أصيح على الصفا وصباحا لظلامة أهل البيت والناس ما مستفادين منهم، ما عارفيهم. كان معرفة أهل البيت مملين عقله. نعم. الأخ محمود من العراق، تفضل أخي محمود. محمود. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. مولانا بدنا نعرف شنو الفرق يعني بين حركة داعش وحركة السفياني، لأنه جاي يتوهم أنه هل هو داعش هو نفس السفياني اللي في العراق؟ لو تختلف شلون اقدر اميز بين حركة السفياني وحركة داعش؟ السفياني من ذرية معاوية ويحكم سوريا. شخص نفس الخط، لكن السفياني شخص. وبعد الهزة والزلزلة الأرضية اللي تحدث بسوريا هو يبدأ بالأول يجي الأبقع وبعدين يأتي السفياني ويأتي هذه كلها أسماء شخص وكأني بمشوم من ولدك أمير المؤمنين يقول لمعاوية، مشوم من ولد معاوية هو يحكم سوريا في مرحلة. نعم. في ابن عنبسة يقال جده عنبسة. نعم. عثمان ابن عنبسة مو إلا اسم أبيه. في تعبير آخر بالرواية يدل على أنه ابن عنبسة. نعم. طيب شكرا أخي محمود على هذا الاتصال، على المداخلة. هو تقريبا نفس الشخص كرر السؤال مرتين،
لا بأس. يريد يعني كأنه ما حاصل عنده. لا بأس، هو يبي يعرف أنه هؤلاء نفسهم السفياني، لا خط السفياني. خط نعم. أبو علي من العراق، تفضل أخي أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شيخنا؟ الله يسلمك، تفضل الشيخ يسمع. أنا ما أعرف، أنا مطلوب صوم يعني أيام الشباب، وهسه جاي أصوم كل سنة شهر، يعني شنو الكفارة مالته؟ أنت اسأل لك وكيل مرجعك، صومك كان عن جهل ما عليك كفارة، صومك كان عامد غير عامد، كنت مريض ما كنت مريض، اسأل لك وكيل مرجع تقليده قريب منك حتى يفصل لك إياها. الله يبارك. أنا ما كنت مريض، بس مو على جهله، على الشباب وجهله. أي حال أن جهلك يشكل عذر لك أم لا، الأفضل تأكد عمي حتى لا نخلي صومك في رقبتنا. نعم. شكرا أخي أبو علي، وإن كان سؤال فقهي هذا 100% كمان. زين على كل حال. نعم. إذا فيما يخص الأولويات عند أحمد حسين يعقوب، الأولويات كأنما وعي الأمة بالنسبة لي، وعي الأمة يعني كان يفكر أنه نحن مسؤولون أن نعرف الأمة ونوعيهم على أهل البيت ومكانتهم حتى ينفتح عليهم أبواب الخير. يعني الأمة هي اللي خسرانة بتهميش أهل البيت. طبيعي. وأي خسارة، فهو محروق قلبه لأجل الأمة. يعني هو هذا إنه حيف أنه الأمة متخذة من بني أمية، من الوهابية، من غيرها، متخذة علمهم وفقههم وتاركة، مثل ما كان يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: يمصون الثماد ويتركون النهر العظيم. شيخنا على كل حال الأخ نزار، وإن كان احنا في الحقيقة قاعد نتكلم على المرحوم أحمد حسين يعقوب يعني زين، لكن لا بأس. أحمد حسين يعقوب على عقلانيته القوية، نعم، كانت عاطفته طافحة. جاء إلى هنا مرة بعاشوراء، فأنا قلت له خلينا نجول نشوف الناس كيف يحيون عاشوراء في الشوارع والمواكب والهيئات. ما رقأت دمعته أبدا. يرى الناس يرى اللافتات، يشوف المواكب تهتف، بعضها عربي يتمنى لو كانت عمان هكذا، يتمنى يقول لا، كان يقول أنا عندي 10 أولاد بفديهم، وأنا والله الحسين يطلع إسا أنا بقدم له أولادي، وأنا بقدم نفسي، بقدم روحي. كان عنده حيوية رضوان الله عليه، مع عقلانيته، حيوية بالعقلانية، حيوية بالعاطفة أيضا. عنده أشعار يا شيخنا؟ عنده أشعار؟ لا ما عنده أشعار. ما عنده جنبة أخرى مثلا غير لا ما كان عنده جنبة علمية، وكان هو طبيعته أنه حقوقي وباحث، وتشعر لما يكتب تشعر أنه قانوني، ما عنده عاطفة، النفس موجود في الكتابة. لكن لما تجي العاطفة الجياشة تشوف ما شاء الله عاطفته غنية كعقله. نعم. مشكور الأخ نزار من العراق. شيخنا، هل عندنا في الأردن شخصية قريبة من شخصية أحمد حسين يعقوب، ولو غير مستبصر، ولو بس فقط لا يبغض أهل البيت؟ الباحثين كثيرين بالأردن، في كثيرين بس يخافوا. عندنا السقاف. نعم. السقاف أبو هاشم، نعم، يرد على الألباني. سيد حسن السقاف هذا من كبار العلماء، لكن هو معتزل ويتحفظ لأنه علاقته بالحكم وبالسلطة، ولأنه مضطهد مهدي دينه. وإلا السقاف أولا هو حافظ من ناحية حديثية، نعم، يكفي أنه الذي كتب تناقضات الألباني الواضحات. صحيح. هذا اللي كانوا بانين تقديس هذا ناصر العمر، الشيخ ناصر العمر بالسعودية، نعم، يقول هذا السقاف اهتزت الآن ثقة شبابنا بالجامعات بالألباني. كان الألباني إذا صحح
ابن باز يقول أمير المؤمنين الحديث. الآن قلت له للسقاف الألباني سكن في الأردن وأعطوه بيته وإمكاناته وغيره وغيره وغيره. قلت له الألباني تمرض راح المستشفى ما زرته؟ يقول لا بس بعثت له إني أنا أدعو الله لك بطول العمر. قلت له ليش؟ قلت له بعثت له واحد قل له أن حسن السقاف يدعو لك بطول العمر حتى ترى الصرح الذي بنيته كيف ينهدم. في عندهم 5 كتب ضد السقاف. هو الألباني في مقدمات كتبه بكم كتاب متكلم عن السقاف. السقاف علم من الأعلام، رجل يعني. والسقاف كل ما عنده من علم من الصديق المغربي الغماري، وكان عنده ودرس وهو تلميذه. وغماري صاحب ولاء يعني والغماري عالم. والألباني ذهب إلى المغرب ورأى الغماري أحمد صديق. نعم. وهو حدثني السقاف كيف أنه صار نقاش مع الألباني وأفحمه الغماري، ولكن ذاك بقي يكابر، فكتب الغماري الرد على كذا المفتري الغبي في جواز التوسل بالنبي، وذاكر فيه أن الألباني صاحب هوى. فالألباني إذن المسألة ترجع لكم يا شيخ عبد الباقي. ترجع فخر الغماري. هذول بيت عتوم أيضا طلعوا من المغرب. صحيح. يعني المغرب العربي، الجزائر أو غيره. أول من استقبل أهل البيت في التاريخ استقبلوا إدريس وأسسوا الدولة الفاطمية، ثم انتقلت إلى مصر إلى شمال. لا، روعتهم وإخلاصهم لما الرشيد استطاع أن يسم إدريس. صحيح. زوجته حامل، قال ننتظر زوجته، إذا جابت ولد فهو مكانه. هذه قمة الحب والولاء لأهل البيت والوفاء لأهل البيت. ما صارت هذه في تاريخ المسلمين بهذا الشكل. نعم. أن ينتظروا المولود ويتمنون يطلع ولد، وفعلا يطلع ولد ويسموه على اسم والده، هو إدريس الأصغر، يعني إدريس الأكبر وإدريس الأصغر. نعم. وأيضا يعني شدة الضغينة والحقد عند الرشيد، اللي موجود حاكم أموي في الأندلس وموجود حاكم حسني من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سمى الأموي راح سمى. أحسنت. هذا يدلك على الحقد. الجد المنصور نعم كان يقول الإمام الصادق هو خبره أنك راح تجي أنت، طيب، وكان هو يقدره ويقدسه، لكن كان يقول لازم أقتله، وهو متحير يريد يقتله ما يريد يقتله. بعدين مرة قال قتلت 1000 من أولاد فاطمة وبقي إمامهم، لا أبقى لله إن بقي. 1000. إيه هذا حقد. 1000 حقد غير مبرر. هل ال1000 كلهم كانوا سياسيين؟ هل كلهم كانوا يركضوا وراء الخلافة؟ لا، مهم منتسب متولد من فاطمة أيا كان. لكن في كتب الوهابية يقدسون المنصور، طبيعي، مؤسس الدولة العباسية، وكان صاحب حكمة، وكان كذا، وكان يقبل الوعظ والإرشاد ويبكي هنا ما يحدثونه. نعم. وهارون الرشيد كذلك. نعم نفس الشيء. هارون الرشيد مرة أنا كنت أناقشهم وذكرت له آخر ما فعله هارون الرشيد، كيف قطع هذا الشخص 14. جيبوا لي الجزار وقل له لا أقول لك حد مداك، ما أقول لك سن سكاكينك، يلا الآن قطعه. ذاك قال له اتركني، يمكن أخويا إذا أنت أطلقتني يلين معك. كان خارج عليه أخوه في مكان. قال له ماذا تقول؟ لو لم يبقى من عمر، هو صار يروج، كان عنده غدة سرطانية. يقول قال له لو ما بقي من عمري إلا كلمة واحدة لقلت اقتلوه. يلا الآن فصلوا أمامي. يقول فصلوا أمامه. قال له كم قطعة صار؟
قال له 14. فصلوا دمه على الأرض، مو بس قتلوا، يفصلوا قطعة قطعة. قال له يا أمير المؤمنين صار 14 قطعة. يقولوا داخ، وأغمي عليه وأخذوه للرشيد ومات. ختم أعماله بهذه، وهذا تقدسوه وتقدروه. يحج عاما ويغزو عاما، يده هو الشكل كان يحج عاما ويغزو عاما. هذا كلامهم على كل حال. نعم. إذا يعني في المجموع أحمد حسين يعقوب أولا من ناحية التربية ابن شيخ عشيرة. نعم. تتوفر ابن أسرة نبيلة، الهيبة موجودة في البيت، فيها النبل. نعم. الهيبة شيخ عشيرة، مو بيت شيخ عشيرة مو أي بيت، بيت فيه هيبة. يقول جمعته أمه لما صار عليه كلام في كتابه عدالة الصحابة. نعم. قالت له هي نادته وقالت له يا أحمد احكي له للأستاذ شو سوينا لما صارت الهرجة عليكم. يقول جماعتنا قالت له أنت يا أحمد اقرأ بهالكتب، شو بتلاقي عن أهل البيت اكتب. أنتم إذا حدا تعرض لكم لا تمسوه، قولوا له حنا في جوار أهل البيت. الصلاة والسلام. هذا صاحبة عقيدة، أصالة عشائرية وأصالة دين. نعم صحيح. والله احنا بجوار أهل البيت، تعتدوا علينا يعني معتدين على أهل البيت، احنا حلافهم. وأخونا يدور على فضائلهم من هالكتب ويطلع، ما يجيب شيء من عنده. روعة وعقلانية. أنا أدعو إلى طباعة كتب أحمد حسين يعقوب كلها ونشرها، وإلى ترجمة بعضها مثل كتاب حقوق الإنسان. هذا حقوق الإنسان مهم جدا، ترجمته مهمة جدا جدا. وإذا واحد يترجمه نستطيع نحن أن نساعده، لكن المهم مشكلة الترجمات أن اللغة المترجم إليها ليست الأم. حتى تنجح الترجمة لازم اللغة المترجم إليها أم أو خالة. يعني مثلا واحد عايش بفرنسا ولو أمه العربية خالته هذه، مثل جبران خليل جبران. نعم. جبران خليل جبران كان يكتب بالعربي مثل ما يكتب بالإنجليزي. نعم. نفس الشيء. وترجمة هذا الكتاب ويكون أديب، هو عنده مصطلحات حقوقية يعني يحتاج إلى علم أيضا. فنحن بحاجة خاصة إلى ترجمة هذا الكتاب حقوق الإنسان عند أهل البيت سلام الله عليهم، لأن تعريف الغربيين بأهل البيت ونظرتهم إلى الإنسان وحقوق الإنسان مسألة مهمة في الدفاع عن الإسلام. وأيضا شيخنا الكريم كان يعيشها بالحالة الشعورية. نعم. لأنه هو إنسان محروم من حقوقه في بلده، صحيح. ومضطر أن يهاجر حتى، فكان يتكلم على حقوق الإنسان بالتجربة الشعورية. مو معنا منه أحمد الأخ من العراق. تفضل أخي كريم. تفضل. محمود من العراق. محمود تفضل. عليكم السلام. أهلا. مولانا سؤالنا، من هو المنادي من على أسواق دمشق؟ أقول شيء احنا رواية. لا، هذا أبو علي الشيباني يقول أنا منادي. يقول إذا ظهر المهدي في واحد منادي على أسوار، شايف رواية ورواية لم تصح أيضا سندها. واحد على أسوار دمشق ينادي يا أيها الناس اتبعوا المهدي. أبو علي السفياني قال أنا راح أركب على شيباني. إيه يقول أنا راح أركب. قلت يلا خليه يطلع على بناية عالية ويصيح. يقول أنا المنادي على أسوار دمشق. يشوف مثلا في أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه في شخصيات، واحد مثلا ذاك اليماني قال أنا اليماني، هذا لقى المنادي على أسوار دمشق قال أنا المنادي. واحد يلاقي له شخص آخر يتلبس أو يدعي شخصيته، ونقول لهم نحن ما نصدق إلا بدليل ومعجزة. نعم. السبب يعني شيخنا اللي يخلي واحد يدعي المهدوية وواحد يدعي، هي مغرية قضية الإمام المهدي. كم دعيت في التاريخ يا أخي. احنا في الجزائر واحد ادعى في الجزائر. إيه قالوا لي في مصر إسا عندنا 30 واحد مسجونين مدعين المهدية. نعم. هنا مدعين. العراق صار لأنه ما في محاكم
صاروا يطلعوا دعوتهم. نعم. وإلا البلاد الأخرى عندهم قناة. إيه، والبلاد الأخرى لا، يمنعوهم. هو بلاش يدعي بلاش، ومتى ينكشف لما يموت أو قريب موته، ويعيش له 20 سنة هو بهالادعاء الكاذب. شكرا شيخنا الفاضل على هذا المعلومات. وقت البرنامج انتهى. حياك الله. أنا سعيد بيك شيخ عبد الباقي، وأحب أن أقول للإخوة الله يحفظهم اللي تابعون برامج الشيخ عبد الباقي، الشيخ عبد الباقي من العلماء الفضلاء المميزين، الأساتذة المميزين بروحيته، بمعلوماته، بأسلوبه التقديم. بعضهم يأخذ عليه الشدة أحيانا، وكلنا نوصيه باللين. احنا طبيعتنا العرب أنه فينا شدة، والجزائريين أيضا معروفين أنه ما شاء الله وشدتهم جيدة، لكن ليست في كل محل. الأستاذ عبد الباقي من عيوننا، من مفاخرنا، وإن شاء الله يستفادون من برامجه، والله يحييه ويحييكم. أنا أشكره، أنت شريكنا في هذه الحلقة يا أخي، ولست مقدم برنامج، أخي وصديقي وشريك، والله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. شكرا العمل. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نختم البرنامج. نشكر الإخوة الذين اتصلوا بنا، ونشكركم جميعا على المتابعة، وبصورة خاصة نشكر سماحة الشيخ لمشاركته في البرنامج والإجابة على أسئلة الإخوة المتصلين. إلى برامج أخرى إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.